مين اكتر حد بروح له لما اكون مبسوطه جدا؟ مين اكتر حد بجري عليه لما اكون فرحانه قوي؟ اول مره هقول لكم على سر من اسراري الخاص، هو ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو النهارده باذن الله. تابعوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو اول مره تشوفيني اعرفك عليا معك ايه من قناه جنه الدنيا مع ايه باذن الله. لو اول مره تشوفيني اشتراكوا تابعيني، اشتراك وفعلي زر الجرس عشان اي فيديو جديد يوصلك اشعار بيه، وتبقي دايما متابعيني، ودايما باذن الله نتغير ونوصل لنور وراحة بال واطمئنان وسعادة وكل حاجة حلوة في الدنيا بإذن الودود. مين أقرب حد ليا في الدنيا؟ مين أكتر حد قريب من روحي ومن قلبي؟ مين أكتر حد بجري عليه لما أكون مبسوطة قوي؟ مين أكتر حد برضو بجري عليه لما بكون زعلانة قوي؟ مين أكتر حد تحس إنه حاسس بيا وتحس إنه كده فاهمني وعارف أنا هقول إيه قبل ما أقول؟ كلنا بنفكر في الشخصية دي في حياتنا. اي حد بيبقى محتاج يكون عنده شخصية، حد كده قريب من روحه وقريب من قلبه، كده يكون سند ليه ويكون داعم ليه في حياته، حد كده يكون مطمن وهو معاه، مبسوط وهو معاه، دايما بيقول له كلام ايجابي، دايما بيطمن قلبه، دايما بيطبطب عليه، دايما حاسس بيه، دايما مش بيجي عليه ابدا. شخص قريب بيكون هو صديق وصاحب وسند وحبيب وقريب، قريب من روحه وقريب من قلبه، وتحسوا كده الاتنين يعني روحين في جسد واحد. هو كده بالظبط. مش عايزه اقول ابأس، بس يعني اوحش واحده اللي هي مش هتلاقي الشخصيه دي في حياتها، او اكتر واحده هتكون زعلانه دلوقتي اللي هي بتفكر كده مين الشخصيه دي، وممكن تكون لسه ما قابلتهاش، لسه ما تعرفتش عليها في رحله حياتها لحد دلوقتي، لسه ما وصلت لهاش الشخصيه دي اللي اي حد بيتمناها. ده مثلا تيجي تقولك انا مش لاقيه الشخصيه دي، ولا في زوجي، ولا في اختي، ولا حتى في امي، ولا حتى في ولادي، بدور على الشخصيه دي، ولا حتى في صاحبتي مش لاقياها. طب هنلاقي الشخصيه دي فين؟ غالبا الشخصيه دي يعني مش عايزه اقول مش موجوده عند معظم الناس الا ما رحم ربي، قليل قوي اللي يلاقي الشخصيه دي في حياته. بس انا عايزه اقولك ان الشخصيه دي موجوده في حياه اي حد. مش هقول الشخصيه بقى، ان الصفات دي اللي انت عايزاها في حد، كل الجمال ده موجود في حياتك، وحد قريب منك قوي. عارفه هو مين؟ هو ربنا. هو ودود عليكي كده، بيعطيكي حتى لو ما تستحقيش، بيعطي لمن يحب ومن لا يحب، رحيم بيكي، وهاب، بيهبلك من خيري الدنيا والآخرة بإذن الله، ودود رحيم عفو، بيعفو عنك ويعفو عن كثير. وما أصابكم من سيئة فبما كسبت أيديكم، يعني حاجة منك، وكمان ربنا بيعفو عن حاجات كتير، مش بيحاسبك، مش واقفلك على الواحدة. ممكن تلاقي شخصية في حياتك مهما تعملي معاها الحلو تلاقيها ممكن تقفلك على الواحدة ومش مقدر الحاجة الحلوة اللي معاها، تمام؟ إنما ربنا بقى ما بيتعاملش معانا كده أبدا، ما بيتعاملش معنا. ربنا بيتلكك لنا عشان يغفر لنا. حد تروحي له وانتي زعلانة هو ربنا تجري عليه على طول. اكتر حد تروحي له وانتي مبسوطة فرحانة ربنا تجري عليه وسجدة شكر والف حمد وشكر لك يا رب. ده اكتر حد ممكن نجري عليه، ده اكتر حد بيحس بيكي، ده اكتر حد عارف اللي جواكي قبل ما تتكلمي، ده اكتر حد حاسس باللي انتي فيه اكتر من اي حد. تعالى اقولك على حاجه، لو انت زعلانه حد عارف انت زعلانه ليه غير لو رحت قلت له؟ ربنا حاسس بيك وعالم بيك وعارف انت زعلانه ليه، حتى من غير ما تتكلمي وتقولي. تعلم ما في نفسي، ربنا عارف ايه اللي في نفسك، ربنا عارف ايه اللي داير في دماغك، ربنا عارف ايه اللي انت بتفكري فيه، ربنا عارف ايه اللي مزعلك. انت ممكن تكوني قاعده وبتعيطي والناس اللي حواليكي زعلانه ليه، مالك؟ لا، ربنا بقى ما يسالكيش، ربنا عارف انت مالك، حاسس بيكي، قريب منك وهيخرجك من اللي انت فيه. بس انت روحي واتكلمي معاه وفضفضي معاه. يعني
اجبر بخاطري يا رب، خليك دايما سندي وقوتي يا رب كده، روحي وقولي له. بس انتي خليه هو رقم واحد في حياتك. حد شايفك مبسوطة وفرحانة، هل الشخص ده يعرف انتي مبسوطة ليه غير لما انتي تتكلم معاه وتقولي له؟ اكيد لا، صح؟ مش هيعرف غير لما انتي تقولي له. ربنا عارف هو انتي مبسوطة ليه. اللي جنبك كده بيقول ده انتي مبسوطة ورايقة وزي والغزالة رايقة معاكي خالص والدنيا حلوة، ده انتي الله يسهل له، هي لعبت معاكي ولا ايه ومش عارفه ايه والكلام ده كله. ده حد عارف ان انتي مبسوطه ليه؟ حد عارف ايه السبب؟ هو شايفك مبسوطه، حد عارف انت ايه السبب ان انتي مبسوطه ليه؟ ربنا عارف، صح؟ ربنا هو الوحيد اللي عالم بيك وعارف انت مبسوطه ليه. شايفك حد شايفك زعلانه وبتعيطي ومنهاره، حد عارف انت زعلانه ليه؟ ما يمكن اصلا بتعيطي من الفرحه، ما يمكن بتعيطي من نعم ربنا عليكي، وانت ممكن تكوني مقصر معاه في حاجه. يعني رحمتك يا رب، اللهم لك الحمد على نعم كتير في حياتي، وممكن يا رب اكون قصرت معاك حاجه، فاخذني بما انت اهله ولا تؤاخذني بما نحن اهله. النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه، كان هو مش هو اللي قال الكلام ده، لا ده هو اتصف فيه، وصفوه بالكلام ده. كانوا بيقولوا ان النبي كان اذا حزنه امر فزع على الصلاه، لما في حاجه مضايقاه ومزعلاه يجري على سجاده الصلاه ويحكي لربنا واشكي له وقولي له وادعيه وتوسل اليه وتذلل اليه، وهو هيخرجك من كل اللي انت فيه، وهو هينصرك على اي حاجه وحشه بتحصل لك في حياتك، وهيكبر بخاطرك، وهينصرك على اي شخصيه في حياتك مضايقاكي منغص عليكي حياتك، هينصرك وهيكبرك، وهتشوفي فعلا ان ربنا جبر بخاطري، ربنا واقف معايا، ربنا حاسس بيا، ان الله يدافع عن الذين امنوا. حتى حد قال عليك كلام مش فيكي، بتلاقي شخصيه تاني قاعده في نفس القعده بترد غيبتك، بتقول لا مش هي دي، لا هي ما عملتش كده، لا كذا لا كذا لا كذا. فدايما مع ربنا، وربنا دايما هيسخر لك ناس تدافع عنك، ناس تقف جنبك، ناس تدعمك، ناس تقويك، كل ده ما هو ربنا اللي مسخر لنا الحاجات الجميله دي. ما هو يعني هتحسبون انما خلقناكم عبثا. وربنا كمان بيقول في القرآن، يعني في آية كده بتقول في سورة القمر، الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني أي حاجة تحصل لك حياتك دي قدر ومكتوب، ولما ترضي ربنا يرضى عنك ويراضيك. بس انتي ارضي كده خلاص بقى، عرفتي من أقرب حد لمشاعري وقلبي وروحي ووجداني وحياتي كلها، الله بس هو أقرب حد لكل حاجة ليكي، وأقرب حد ليكي في الدنيا. يا رب يكون الفيديو عجبك، ما تنسيش تعملي لايك تشجيع ليا، عشان اللايك ده بيشجعني ان انا افكر بس اقعد بقى احاول اقول بسم الله العليم، فالاقي نفسي عايزه اتكلم في الموضوع ده النهارده، عايزه اقول لهم كذا النهارده، لايك. بحس ان لايك ده يعني عجبك الفيديو، يعني بتشجعني اكتر ان انا اعمل لك فيديوهات اكتر، ونتابع مع بعض كده، ونخرج مع بعض من الظلمات لنور، ونعيش الدنيا دي بنفس مطمئنة بإذن الله. لايك واشتراك لو عجبك الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.